بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. النهارده زي ما وعدتكم من مصيف بلطيم، زي ما حبايبي طلبوا مني في التعليقات، عايزين الاسعار يا رانيا. اللي شوف لنا الجو عامل ايه دلوقتي، الاسعار عامله ايه. احنا هنا من قلب المصيف اهوت. هجيب لكم، هنعمل لقاء مع سمسار من سمسرة مصيف بلطيم، مالك كذا فيلا هنا. يعني هيبقى مدرك بالاسعار بتاعه الفلل وبتاعه الوحدات السكنيه المتوفره. كمان هيشرح لنا ايه اللي متوفر هنا حوالين الفلل، وهيقول لنا الاسعار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ الحمد لله. عايزين بقى حضرتك تشرح لنا المتوفر هنا. المتوفر هنا معانا حاجة صف أول البحر، شايفة البحر وحوالين منها الملاهي، تمام. خدمات عامة، السوبر ماركت، تمام. حضرتك ممكن تجيبي بالتليفون. تحت هنا برضو السمك، تمام. أسماك، وورا منه ملابس للأطفال وللرجال، وجنب منه برضو كافيتيريا وكافيه، تمام. كل الخدمات هنا متاحة. طب بالنسبة للأسعار المتاحة حاليا؟ المتاح حاليا الأسعار بتبدأ صف أول بيبدأ من 400 جنيه، وبعد كده الصف تاني بتختلف بقى. صف تاني مش زي أول، مش زي تالت كده. تمام. وبتختلف معانا في إن إحنا مثلا في يومين الامتحانات وكده، فالأسعار بتقل. والمستويات يعني مش زي الصيف. أما المصيف بيشد الأسعار بتزيد بقى من 100 جنيه ل 200 جنيه في الشهر. ايه المميزات اللي بتتميز بيها كل وحدة سكنية عن التانية، واللي بتفرق في الأسعار؟ اللي بتفرق إن ده بيبقى شايف أي شقة في العمارة بتبقى شايفة بحر، تمام. تمام. وده بالنسبة للصف الأول. الصف الثاني يبقى قدامه الشقة مش شايف بحر. بالنسبة هي بيبقى مثلا الشقه 3 اوض، بيبقى فيها الغساله والثلاجه واثنين حمام. بيبقى فيه مثلا اوضه نوم بحمام واوضتين كبار وبلكونتين. وفي شقق بيبقى فيها تكييف، وفي شقق مثلا صف اول، وفي شقق مثلا صف تاني بتقل شويه. في شقق بتبقى ورا على الطريق الوراني، بتعمل مثلا سعر قليل لانها بتبقى ورا نواحي الجبل، واماكن برضو عائليه وامان وهاديه. بتبقى في حدود كام برضه؟ حاليا الوقت الحالي من 150 ل 200، وعلى البحر من 200 ل 300. دخلة الموسم بيبقى فيه من 300 اللي هو من على الطريق لحد 700، حسب مثلا 3 اوض اوضتين، وحسب ضغط الموسم. بس هنا كل الخدمات متكامله، ملاهي بجميع انواعها، طفطف بيلف المصيف كله بالليل، سوق سمك، كافيتريات، كافيهات، عجل، شماسي، كراسي باسعار ممتازه برضه. باذن الله اللي هيجي هنا بلطيم السنه دي هيستمتع، لان فيه يعني تعديلات وحاجات جميله يعني. تمام. طيب ممكن رقم حضرتك عشان لو حد عايز يتواصل؟ على دماغنا. رقم التليفون 010 9 711 7400. في أرقام تانية؟ 010 19 81 44 39. كل المستويات اللي تقدر حضرتك توفرها لهم اللي هي المتاحة. كل حاجة متاحة. تمام. هناخد برضو جولة مع بعض كده، وهوريكم الحاجات اللي موجودة حوالين الفلل، بالنسبة للخدمات اللي هي الملاهي، بالنسبة للشماسي، بالنسبة لمنظر البحر. زي ما انتوا شايفين كده الجو هادي جدا وامان بالنسبة للناس العائلات. حاليا هو مفيش حركة، احنا لسه يعتبر في اول شهر 5، فلسه مفيش حركة قوي، وبعدين ايام امتحانات. بس مع الحركة بقى مع دخلة الصيف والاجازات بتبدأ الحركة تشتغل اكتر من كده. بيبدأ يكون في حركة، في زيادة في الاسعار شوية زي ما انتوا شايفين. هنا ما شاء الله المنظر حلو قوي، والخدمات على فكرة متاحة، متوفر كل الخدمات اللي انت تكون كرب أسرة او كأسرة محتاجينها. ما شاء الله الأجواء حلوة جدا وجميلة جدا زي ما انتوا شايفين. في هنا عائلات في قلب المصيف موجودة، بس عائلات بسيطة، لأن زي ما انتوا شايفين كده المنظر
المنظر هنا حلو قوي. هنا في جناين، في عجل، في مطاعم، في كافيهات، كل الخدمات اللي انت تبقي محتاجاها في رحلتك موجودة. كمان في مولات لللبس وسينما. كل الخدمات اللي هتكون اللي انت عايزة ترفهي فيها عن نفسك في الرحلة متوفرة، فما تقلقيش خالص من الناحية دي. كمان طول ما انت على الشط بيبقى متوفر حواليكي مثلا الحلويات، بالنسبة للذرة، اللب، المسليات، كل الحاجات دي كلها بتبقى متوفرة. زي ما انتوا شايفين الجو حلو جدا جدا، وما شاء الله زي ما انتوا شايفين الفلل حلوة وفيها تعديلات السنة دي عن السنة اللي فاتت. في تغيير في شكل الستايل بتاع الفلل وفي الديكورات بتاعتهم ما شاء الله. تعالوا نكمل جولتنا ونوريكم شكل الفلل والوحدات السكنية من الداخل ومن الخارج، ايه الخدمات اللي بتكون متاحة. هوريكم كمان جولة كده تشوفوا المنظر سريعا، الحاجات الجميلة اللي موجودة. بصراحة المنظر جميل جدا وهادي وراقي. اول مرة اروح مصيف بلطيم بدري او كده، بس بصراحة الهدوء هناك عاجبني، والوقت دلوقتي جميل جدا. ولو انتي راحة تعملي فيه رحلة او راحة ان انتي حابة ان انتي تغيري جو، الوقت ده هادي جدا وجميل للناس اللي بتحب الهدوء وبتحب انها تستمتع بالوقت بعيد عن الزحمة وكده. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين حاجات جميلة جدا، في تعديلات موجودة ما شاء الله. احاول اجيب لكم شكل الوحدة السكنية من الداخل، وكمان اجيب لكم الشكل من الخارج، الفيو الخارجي للوحدة. زي ما انتوا شايفين كده كل وحدة سكنية حواليها حديقة او جاردن صغير كده حواليها، بحيث ان انتي لو معاكي اطفال وحابين يلعبوا، حابة مثلا ان انتي يكون امان لهم اكتر. كمان اللهم صل على الحبيب محمد، صلوا معانا على الحبيب كده. ما تنسوناش برضو في اشتراك ولايك وتعليق للقناة، حلو منكم. في استراحة بيكون في كمان بعد الورود متوفر طبعا كافة الخدمات. الفيلا دي مكيفة، في فيلا المكيفة على مستوى عالي جدا موجود فيها كافة الخدمات. اللهم صل على الحبيب محمد. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله حلوة قوي. دي فيلا صف اول يا جماعة، دي فيلا صف اول. طبعا الاسعار زي ما قال لكم الاستاذ محمود والاستاذ مصطفى حاليا فيها تخفيض، علشان خاطر ان الناس دلوقتي مشغولة في الامتحانات، مفيش اساسا تصيف كتير هناك، الناس مشغولة في لسه ما خدتش اجازات المدارس وكده ان شاء الله. المنظر جميل جدا. دي اكتر من فيلا واكتر من وحدة سكنية، بحيث ان انتي تبقي شايفة الحاجة على الطبيعة. حتى اللي موجود في صف تاني وصف تالت، والله الوحدة حلوة جدا وشكلها من جوه جميل، والخدمات المتوفرة فيها كويسة. يعتبر كل الحاجات المتاحة حواليكي، حتى المساجد، حتى الوحدات اللي هي الإسعاف، مستشفيات، الأمن. كمان إن شاء الله هجيب لكم جولة من فندق القوات المسلحة، ودي أول سنة القوات المسلحة تعمل هناك فندق كبير جدا للعائلات، آمن جدا فيه كافة الخدمات. إن شاء الله هجيب لكم منه فيو، وهجيب لكم في تصوير إن شاء الله، انتظرونا. ده برضو زي ما قلت لك شكل اي فيلا او اي وحدة سكنية من الخارج. الطلة جميلة قوي، المنظر حلو جدا جدا. حركة طبعا خفيفة جدا، يعني حاليا الحركة خفيفة، احنا في اول 5 وامتحانات
الناس الأهالي مشغولة مع الامتحانات ولادها، فطبيعي إن الناس بتروح بعد الامتحانات وكده. بس برضو في ان انتي لو انتي حابة ان انتي تروحي وتنزلي دلوقتي في الوقت ده، الخدمات موجودة. يعني ان في ناس بتروح العرايس اللهم صل على الحبيب محمد، الناس اللي بتبقى عايزة تغير جو، دي برضو شكل واحدة من الصف التاني. يعني دي واحدة في الصف التاني ما شاء الله. طبعا الجناح بيكون عبارة عن اوضتين وصالة وحمام، اوضتين وصالة وحمام واتنين ريسبشن وبلكونة. ده زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. المنظر من هنا حلو قوي وجميل جدا. للناس اللي بتحب السهرات وبتحب ان هي مثلا تقعد بالليل وكده قدام الشاشة وكده، في شاشة، في تلاجة، في بوتاجاز، في تقفيل، ما شاء الله الحاجات متاحة. المنظر حلو قوي. ده التقفيل. اللي وصل معانا هنا يعمل لايك واشتراك وتعليق للقناة لو لسه ما عملش اشتراك وتعليق. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الحاجة بسم الله ما شاء الله جميلة قوي. هنا ده فيو من ان هي شايفة البحر. على فكرة الفلل دي شايفة البحر، كل الفلل اللي احنا فيها دي اللي انا جايباها دي كلها شايفة البحر. اللي وصل معانا هنا حط لنا لايك وتعليق وانتظر الفيديو الجاي. هنزل لكم في فيديو فندق القوات المسلحة، نجيب لكم فيه الاسعار وهنشرح لكم ايه الخدمات المتوفرة فيه. ان شاء الله يا رب. اي حاجة زي ما قلت لكم محتاجين اكتبوها في التعليق وان شاء الله هوفرها لكم. هسيبكم مع منظر البحر الجميل المبدع ده. سنة سعيدة وصيف سعيد علينا وعليكم ان شاء الله.